بعد غياب 4 سنين في الخليج، رجع أحمد مصر مليان حماس وشوق لكل حاجة افتقدها، وهو بعيد عن أهله وأصحابه وشوارع بلده اللي كان بيفتكرها كل يوم. كان شايف إن حياته هتبدأ من جديد، معاه شوية فلوس تعب في جامعة، عايز يعمل بيها حاجة تغير حياته. أول يومين بعد ما رجع كان لسه بيحاول يستوعب التغيير اللي حصل فيه. فكر إن هو يقابل صاحبه صديق اللي دايما كان بيبعت له مسجات ويقول له إنه مستنيه بفارغ الصبر. صديق كان عازمه على خروجة كبيرة علشان يحتفل برجوعه. قال له إنه هيوريه مكان جديد وعجيب وغريب لازم يشوفه. في نص الليل وصلوا شقة فخمة، بس كان فيها حاجة غريبة. من أول ما دخلوا المكان ما كانش مريح، وكان فيه ناس أحمد ما يعرفش حد منهم قاعدين بيتكلموا وهمسهم مريب. ظهرت بنت اسمها فردوس، كانت بتبص لأحمد نظرات مش مفهومة. حس إن هو في حاجة غلط. وقتها أحمد اكتشف الحقيقة اللي كانت صدمة ليه. حابب تعرف قصة أحمد وفردوس وشقة الأنس؟ خليكم معانا في القصة الكاملة. 2022 في محافظة القاهرة قصتنا حصلت، بس خلونا نرجع شوية لورا علشان نفهم القصة بالتفصيل، فركزوا معايا. أحمد اتعرف على صديق من أيام ابتدائي، كانوا في نفس الفصل، كانت صداقتهم بتكبر يوم ورا يوم. أحمد كان دايما الولد الهادي اللي بيركز في دراسته، لكن صديق كان العكس تماما، شقي ودايما عنده حركات مجنونة. رغم اختلاف شخصياتهم كانوا متفاهمين بشكل غريب. في الفسحة كانوا دايما بيقعدوا مع بعض يلعبوا كورة أو يتشاركوا في الأكل. كان صديق دايما اللي بيقود المغامرات الصغيرة اللي بيعملوها، سواء كانوا بيهربوا من حصة الرياضة أو بيتسللوا للملعب بعد اليوم الدراسي. أحمد كان بيعرف إنه في بعض الأحيان صديق بياخده لطريق غلط، بس كان بيحس دايما إنه لازم يفضل جنبه زي ما هو كان واقف معاه في كل حاجة. كبروا سوا ودخلوا إعدادي وثانوي. أحمد دايما كان بيسامح صديق على أي مشكلة بيوقعوا فيها، رغم إن صديق كان أحيانا بيتصرف بشكل متهور. أحمد كان بيعتبره أخوه اللي مفيش غنى عنه. بعد ما سافر أحمد على الخليج بقى بينهم رسائل واتصالات. دايما صديق يقول له مستنيك يا صاحبي، أول ما ترجع هنعمل أحلى مفاجأة. صحيح إن أحمد كان شايف صديق كأخ وسند من صغره، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. من أول ما اتعرفوا في المدرسة كان صديق دايما بيبص لأحمد بنظرة غير اللي أحمد متعود عليها. أحمد كان شاطر في دراسته، دايما بيكسب حب المدرسين والناس اللي حواليه، حتى في البيت أهله كانوا فخورين بيه. صديق من جواه كان بيحس بغيرة مش مفهومة، لكنه كان بيعرف يخبي ده كويس. كل ما أحمد يحقق نجاح صغير، زي لما يتكرم في الطابور الصباحي عشان درجاته أو لما يجيب جايزة في مسابقة رياضية، كان صديق بيظهر الابتسامة على وشه، بس في قلبه كان بيغلي. كان دايما بيتساءل ليه أحمد دايما هو اللي بياخد كل حاجة وهو لا؟ ليه الكل بيحب أحمد وبيتعلق بيه وهو لا؟ صديق كان بارع في إنه يخفي مشاعره، فضل طول السنين يلعب دور الصديق الوفي اللي بيقف جنب أحمد في كل حاجة. صديق كان بارع في إنه يخفي مشاعره، فضل طول السنين يلعب دور الصديق الوفي اللي بيقف جنب أحمد في كل حاجة. لكن في كل مرة أحمد يتفوق كانت الغيرة والحقد جواه بتزيد، لحد ما وصلوا لمرحلة الثانوي. صديق بدأ يحس إنه لازم يعمل حاجة عشان يثبت إنه هو مش أقل من أحمد، حتى لو كان على حساب صديقه القديم. لما أحمد سافر الخليج بعد الثانوي، صديق شاف في ده فرصة، وكان فاكر إن أحمد لما هيرجع مكسور أو تعبان من الغربة. ده هيبقى الوقت المناسب اللي يوري فيه أحمد إن هو مش أحسن منه. في فترة غياب أحمد في الخليج، حياة صديق اتغيرت بشكل كبير. بعد ما أحمد سافر بشوية، صديق حس بفراغ، بدأ يدور على صحبة جديدة تملى الفراغ اللي أحمد كان سايبه. كان بيتردد على أماكن مشبوهة، هناك اتعرف على شلة مش كويسة. الشلة دي كانت مجموعة من الشباب اللي حياتهم مليانة مشاكل وديون، كانوا دايما بيدوروا على طرق سريعة للربح حتى لو كانت مش قانونية.
صديق بدأ يدخل معاهم في مشاريع وهمية، كل مرة يخسر فيها فلوس كان بيقول لنفسه إن هي غلطة وهتتصلح. لكن الأمور خرجت عن السيطرة لما ممدوح على وصولات أمانة بمبالغ كبيرة بحجة إنه استثمار مضمون. للأسف خسر كل حاجة مع الوقت. بدأ يشعر إنه محاصر، الديون بدأت تتراكم عليه، الشلة كانت بتستغله، كل ما يحاول يخرج منهم كانوا يضغطوا عليه بالوصولات اللي مضاها. في وسط كل ده صديق اتعرف على بنت اسمها فردوس. فردوس كانت بنت مش سليمة شمال زي باقي الشلة، كانت بتلفت الأنظار بجمالها، لكن حياتها كانت مليانة مشاكل، كانت جزء من اللعبات المشبوهة اللي الشلة بتديرها. صديق في الأول افتكر إن هي ممكن تكون طوق النجاة، لكن في الوقت اكتشف إن هي كانت سبب في جره لأعمق في المشاكل. فردوس كانت دايما مع الشلة وبتلعب دور كبير جدا في إغراء الشباب ودفعهم لقرارات غلط، وده كان بداية النهاية لصديق. الديون زادت والفلوس اختفت. صديق لقى نفسه غرقان في المشاكل مع الشلة اللي مش سايبينه في حاله. لما رجع أحمد من الخليج صديق كان شايف في رجوعه فرصة جديدة، لكن نواياه كانت بعيدة عن الصداقة اللي أحمد كان بيتمناها. لما عرف صديق إن أحمد رجع من الخليج ومعاه شوية فلوس، حس إن دي فرصة أو فرصته الوحيدة للخروج من الورطة اللي هو فيها. لكن صديق لوحده ما كانش عنده الجرأة إنه ينفذ الخطة، فالتفت لفردوس اللي كانت دايما جاهزة لحيالها وأفكارها المشبوهة. فردوس بنظرتها الحادة وذكائها اللي بتستخدمه في الخداع اقترحت على صديق خطة جهنمية. قالت له أحمد ده سهل، ده فاكر إنه صاحبك الوفي ولا هيشك فيك أبدا، لازم نستغل رجوعه ونقلبه في الفلوس اللي معاه، منها تسدد ديونك وتخلص من الشلة اللي بتضغط عليك. الخطة كانت إن هي تعمل مسرحية محبوكة بحيث إن أحمد يحس إن مش هو المستهدف. فردوس اقترحت إن هما ياخدوا أحمد على شقة الأنس في المرج اللي هي أصلا مكان مشبوه، يوهموه إنهم كلهم اتنصب عليهم هناك. الخطة كانت تقنع أحمد إنه دخل في مصيبة زيهم وإنه لازم يساعدهم يخرجوا من الورطة دي. صديق في البداية كان متردد لأنه كان عارف إن أحمد كان دايما بيعتبره أخوه، لكن فردوس كانت ذكية كفاية لإقناعه وقالت له بص، أحمد لو عرف إنك مديون ومضغوط مش هيساعدك أصلا، هيبعد عنك، لكن لو افتكر إننا كلنا في نفس المصيبة هيفكر إنه الحل الوحيد ويدفع كل الفلوس. بدأوا يخططوا بالتفصيل. فردوس كانت هتلعب دور البنت المسكينة اللي اتنصب عليها هي كمان، وصديق هيبقى المتورط اللي اتضحك عليه زيه زي أحمد، والهدف النهائي ان هم ياخدوا اكبر مبلغ ممكن من احمد ويخلص صديق من ديونه، يخرج من الحفرة اللي وقع فيها. لكن احمد اللي كان دايما بيثق في صديق ما كانش عارف ان الخيانة جاية من اقرب الناس ليه. الخطة اللي حطتها فردوس كانت شيطانية بامتياز. قرروا يجروا احمد لشقة الانس، المكان اللي كله مشاكل، يعملوا اللي هم شاطرين فيه، التلاعب والخداع. أول ما وصلوا الشقة صديق وفردوس حاولوا يظهروا قدام أحمد إن هم بس عايزين يحتفلوا بعودته، وفي نفس الوقت كانوا بيرتبوا التفاصيل الأخيرة للخطة. في الشقة فردوس كانت دايما مبتسمة وتتعامل بلطف مع أحمد، كانت بتحاول تخليه يحس بالأمان. قدموا ليه مشروبات وكل مرة كانوا بيزيدوا الكمية لحد ما أحمد بقى في حالة من الدوخة والتعب الشديد. بعد ما تأكدوا إنه فقد السيطرة على وعيه وبدأ ينام، بدأت المرحلة التانية من الخطة. صديق اللي كان المفروض إنه هو صاحبه الوفي قلب وشه وبدأ يبصم أحمد على وصولات أمانة، وصولات بمبالغ كبيرة جدا وهو نايم مش حاسس بأي حاجة. كانوا عارفين إن أحمد لو صحي مش هيكون عنده أي فكرة إنه مضى على أي حاجة، ومش هيشك فيهم لأن الخطة كلها محبوكة صح. بعد ما خلصوا مهمتهم خدوا أحمد وهو لسه في الغيبوبة بتاعته بتاعت النوم ورموه في الشارع. بعدها ناموا جنبه على الأرض وكأنهم اتنصب عليهم كلهم في نفس الموقف. لما أحمد صحي لقي نفسه مرمي في الشارع جنب صديق وفردوس. طبعا أول حاجة جت في باله إنه ضحية زيهم، وما شكش للحظة إن صديقه كان هو اللي ورا كل ده.
بعد يومين بدأ الجزء الثالث من الخطة. صديق عمل نفسه متوتر وقلقان لحد ما جاله اتصال من رقم غريب. كان حد من شلة الأنس اللي أحمد اتعرف عليهم في الشقة. الصوت في الطرف الثاني كان بيهدد صديق وبيقول له: "ده عليك لازم تدفع، واللي على صاحبك أحمد كمان عندنا وصولات أمانة عليه، وهو كمان لازم يسدد اللي عليه". أحمد لما سمع الحوار اقتنع إنه في مصيبة حقيقية، إنه اتورط زي صديقه في الشلة دي. بطبيعته الطيبة وشعوره بالمسؤولية تجاه صديقه قرر إنه يساعد ويدفع المبالغ اللي عليهم كلهم. أحمد ما كانش يعرف إن كل ده كان مجرد خدعة محبوكة بعناد، وإن اللي بيحاول ينقذهم هم نفسهم اللي نصبوا عليه من البداية. أحمد بطيبته وحسن نواياه دفع كل المبالغ المطلوبة، مش بس اللي عليه لكن كمان اللي على صديق وفردوس. كان فاكر انه بيعمل الصح، بيحمي اصحابه من ورطه كبيره، خصوصا انه طول عمره شايف صديق زي اخوه اللي مش ممكن يسيبه في اي موقف زي ده. بعد ما دفع الفلوس، صديق وفردوس اخذوا وصولات الامانه وعطوها لاحمد اللي بصم عليها. اكدوا ليه ان الامور كلها اتحلت وان محدش هيطلب منه اي حاجه تاني. احمد حس براحه بعد ما خلص من الورطه دي، فاكر ان هو كان جزء من لعبه نصب اكبر منهم، ومش مدرك ان هو الضحيه الحقيقيه في وسط صديق. في اللحظه دي كان بيبص لاحمد بابتسامه مزيفه. هو من جواه حاسس بانتصار مؤقت، قدر يخلص من ديونه ويخرج من المأزق اللي كان فيه، بس بالطريقة الغلط. فردوس بقى اللي كانت العقل المدبر والشيطان اكتفت بالابتسامة، وابتسامتها خبيثة وهي شايفة خطتهم ماشية زي ما كانوا مخططين ليها بالظبط. أحمد كان فاكر انه بيساعد، ما كانش يعرف ان الخيانة كانت اقرب ليه مما يتخيل، ان اصحابه اللي ضحى علشانهم هم نفسهم اللي ورطوه في كل ده. وهنا هنقف في الجزء دوت من شقة الأنس، نكمل في الجزء الثاني ومفاجآت هتصدمكم فيها. وكان معاكم عمرو سليمان، في أمان.